السلام عليكم ومرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نقدم لكم واحد الطبق ديال لي بات بلاصوص بلانش اللي كيجي لذيذ وهائل بزاف. قبل ما نبداو ان شاء الله التحضيرات ديال هذا الطبق هذا، اللي اول مره يشوف القناه ديالي تابوناو وضغطوا على زر لايك، وما تنساوناش من شي كومونتير يكون زوين، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. واللي بغات تدخل معنا المجموعه ديال دعم القنوات، مرحبا والف مرحبا، تخلي لنا كومونتير وغادي يتكلفوا بها ان شاء الله المشرفات باش يدخلوها معنا. مرحبا بالجميع. اول حاجه غادي نديرها باش نصاوبوا هذا الطبق هذا، غادي ناخذ واحد 3 ضروس ديال الثوم اللي غادي نحكهم في الحكاكه الرقيقه، ومن بعد ناخذ واحد المقله اولا الكاسرونه اللي غنطيب فيها، غندوب واحد شويه ديال الزبده، واحد المعلقه كبيره حتى كتذوب، ونضيف لها هادوك 3 ضروس ديال الثوم ونرجعهم على نار متوسطه حتى كيهبطوا مزيان، تحيد منهم الجهد. وفي هذا الوقت غادي ناخذ البصله، ناخذ بصله وحده ونحكها كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه في الحكاكه الغليظه، غنحكها مزيان صافي على ما تشحر هذيك الثومه. وغادي نضيف لها هاد البصيله حتى هي كيف ما غتشوفوا موضح في الفيديو. صافي انا حكيت البصيله ديالي هنا، الثومه راهي كيف ما كتشوفوا بدات كتحمر كاع شويه. صافي نضيف لها البصله ونرجعها ثاني على نار متوسطه، ونبقى نحرك حتى غادي يطيب ليا هاد البصيله هذه مزيان وطيح، عاد باش غادي نكملوها في الطهي. شوفوا كيفاش بدات كطيح، نزيدها مازال شويه، مره كنحرك حتى كطيب. صافي هنا راه طابت، غادي نضيف ليها عندي هنايا القشده الطريه اولا لا كريم فريش، عندي هنايا اطر. صافي غادي نضيفوا لهذا الخليط هذا، كنت غادي نضيف غير واحد الجزء منه، بان ليا ما كافيش، غادي نضيفو كامل بهذه الطريقه هذه. صافي ونديرو فوق النار باش غادي يطيب. عندي هنايا الكاسرونه ندير فيها شويه ديال اليازير وضريس ديال الثومه والمليحه والماء طيب باش غادي نسلق لي بات تجينا بنينه، نستمتع بشويه ديال الزعتر. هي كيف ما كتشوفوا. صافي هنا ضيفوا اي نوع ديال لي بات بغيتو ديروه، انا درت الفيس، تقدروا ديروا اي نوع كتفضلوه. عندي هنايا لا كريم بعد ما طابت كنضيف ليها الزعتر منقي ومسخن ومحكوك، ونضيف ليها هنا عندي لي قامه ديال البسطيله ديال الحوت، كتجي هائله بزاف في هذا الطبق هذا، كتجي رائعه. عندي هنا شويه ديال المليحه، شويه ديال البزار، شويه من كتروش باش ما تجيناش ثاني حاره بزاف. صافي ونخلط مزيان ونرجعها فوق النار واحد شويه، ونضيف ليها الفرماج حمر محكوك، نضيف واحد الكميه نيت مزيانه باش كتعطينا ديك التعليكه، كيجي لذيذ بزاف بزاف مع لي بات. هانتوما صافي غادي نخليها غير في هاد الحراره ديال لا كريم. شوفوا التعليكه بحال هكا كتجي ما شاء الله، كتجي لذيذه بزاف، واحد الريحه طالعه يا سلام. صافي نفرغها في واحد الزلافه ونخليها على جنب، ونمشيو نوجدوا هاد لي بات. انا درت فيهم الشامبينيون، نمشي نوجد الشامبينيون كنطيبو بوحدو. هاد الطريقه كطيبوا كل حاجه بوحدها كتجي لذيذه بزاف، احسن من انك تضيفوا كل شيء في نفس المقله. المهم اللي ما مجرباش غير جربها وغتشوفوا الفرق، حيت كل حاجه كتنسم بوحدها كتجي بنينه بزاف. صافي هنا في هذا الاثناء راني نسيت الكاميرا محلوله معليش، مشيت نغسل المقيله ديالي باش غادي نطيب الشامبينيون. كناخذ عندي هنايا 2 العلب ديال ناخذ بعدا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده نديرها تذوب، وعندي 2 علب ديال الفطر اولا ديال الشامبينيون غسلتهم وصفيتهم. من بعد ما دابت الزبده كنضيفهم ليها. صافي وهنا غادي نضيف ليهم العطريه ديالهم، غنحك عليهم واحد الريز ديال الثومه في الجهه الرقيقه من طبيعه الحال. صافي هنا غادي نضيف ليهم هاد البصيله ديالي، هنا عندي 2 ضروس ديال الثوم، غادي نضيفهم ليها. صافي
ودائما نفس المراحل اللي وجدت بهم الطبق هما ما زدت ما نقصت، ما قطعتش الفيديو. صافي عندي هنايا درت الثومه، غادي نضيف شويه ديال الزعتر اللي بقى ليا قبيله، وغادي نضيف شويه ديال المليحه على حسب الذوق. متنساوش راه حنا دايرينها في لاصوص. صافي وهنا غادي نضيف شويه ديال البزار، وغادي نرجعها فوق النار اللي غادي تكون مجهده شويه باش غادي نشحرها مزيان. وما ننساوش من طبيعه الحال العطريه ديال البسطيله ديال الحوت حتى هي راني ضفت منها حتى على الشامبينيون، كتعطي واحد المذاق ديال الحوت هائل في لهذا الطبق هذا. صافي من بعد ما شحرتها هاي كيف ما كتشوفوا شحرتها مزيان حتى كتنشف من الماء. صافي راهي تشحرات. كنضيف عليها لي باط من بعد ما تسلقوا هما، ونخلطهم مزيان مع الشامبينيون هو الاول، ومن بعد نضيف ليهم القشده والفرماج هكا، وريحتها راه رائعه وتقدروا تاكلوا بهذه الطريقه. وتقدروا تضيفوا لهم لا كريم فريش، تقدروا تضيفوا لهم الصلصه الحمراء اولا الطماطم. صافي كنضيف هنايا لا كريم فريش القياس اللي غادي يقدني في هذا الطبق. صافي نخلطو مزيان ونحطو في الطبق ديال التقديم. اللي وصل لهاد المرحله في الفيديو ما تنساوش اللي مازال ما مشتركش يشترك معنا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وإلا عجبكم الطبق ما تنسوناش من شي كومونتير يكون زوين، ومرحبا بكم والف مرحبا. واللي بغى كذلك ينضم معنا المجموعه ما عليكم الا تخليو تعليق، والمشرفات راه غيتواصلوا معكم ان شاء الله. ومرحبا بالجميع. صافي خديت هنايا الطبق ديال التقديم، غادي نحط هذاك لي بات، غنحط عليهم شويه ديال الفرماج هكا ونزينهم بشويه ديال الازير. صافي وهكا الطبق ديالنا راه واجد، جا رائع ولذيذ بزاف. صراحه يستحق التجربه، غير جربوه، يصلح للغداء يصلح للعشاء على حسب. وهادو اكلات خفيفه اللي كتكون زوينه بزاف للصيف. صافي بحال هكا. صافي نذوقوه جا زوين ما شاء الله، رائع بزاف. ونتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تفاعلوا مع الفيديو، تهلاو في راسكم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.